معانا تليفون استاذه ناديه سلامه. الو. الو. ايوه اهلا وسهلا، الفنانه الجميله ناديه سلامه، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازيك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بمسي عليكم وبمسي على قناه الضياء وبمسي على الجميله حبيبه قلبي شيماء فرغاني. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي. ربنا زوجة الفنان الجميل الله يرحمه بقاء لله، بقول لها ونعم سعيد بالله. صالح. أنا بشكرك جدا يا نادية، أنت من الناس الجميلة اللي عرفتها وصديقة مقربة لينا أنا وسعيد، وحتى أعتقد أن كان في أنت اتقابلتوا في الحج قبل كده. طبعا احنا كنا مع بعض وسعيد يعني انا مش يعني هو اكبر من اني انا اتكلم عن سعيد صالح الفنان الجميل. احنا فقدنا اطيب واحن قلب على فكره يا شيماء، مش لوحدك فقدتيه، بس انا شفت بعيني وحسيت بيكي، واظن انا يعني الحمد لله انا عندي شفافيه وبحس بالشخص اللي قدامي. انا لما شفتك اول مره مع سعيد انا ما توقعتش اللي انا شفته، لان انا شفت حد مش بيحب حد بيعشق حد، وده ما كنتش متوقعاه خالص بصراحه. طب يا استاذه ناديه، ايه تعقيبك على الكلام اللي اتقال في الفترات الاخيره على شيماء واستاذ سعيد صالح؟ والله الناس كلها يعني بصراحه يعني شيماء من الناس اللي اتظلموا زي ناس كتير بيتظلموا بالاشاعات وبالسخافات وبالغيره وبالحقد والانتهاء الى الكلام. انا اكتر واحده شفت شيماء وهي بتعاني في مرضه، وكنت بكلمها كان في بينا وسيطه صاحبتنا كانت تقول لي هي مش عارفه ترد على حد، يعني ما كانتش ترد عليا خالص، وكنت في دبي كنت اكلمها ما بتردش، واقول لبسمه ما بتردش تقول لي ما عشان قاعده مع سعيد دخل العنايه، وكانت يا حرام ما بتنام. الله، هي اكتر واحده عانت في مرض سعيد، ما كانش حد بيسال عنه اصلا، والناس اللي هي بتدعي ان هي سالت عنه في مرضه ما كانش حد بيسال، كانت انا قاعده بيه. مش لان انا شيماء بحبها او صديقتي، انا بقول الحق، ربنا يعني ربنا شهد كلامي، وانا شفت بعيني ان شيماء حزنها كان على حد عاشقها مش جوزها. يعني في كتير ناس بتموت جوزها، ما حدش يتوقع ابدا ان شيماء يعني تحزن الحزن ده بتكلمني وهي بتعيط في التليفون بعد كده، بعد حوالي اسبوع او اسبوعين من وفاه سعيد صالح الله يرحمه، الفنان الجميل اعظم كوميديان فقدناه، وفقدنا يعني البسمه الحلوه. بس هو عايش في قلوبنا طبعا. يا رب يرحمه يا شيماء ويعوض عليكي بالخير، وكلنا نتقابل معاه في الجنه ونعيشها ان شاء الله. شكرا ليكي يا استاذه ناديه. مش اتكلم عن سعيد ولا عن شيماء، بجد كانوا اثنين والله كانوا يعني شيماء دي بتعشق صالح وحزينه عليه لغايه الان، وبتقول لي يا ناديه يعني انا قلت لها انا شفت، بس بتقول لي انا حاسه ان ابني اللي راح، او حاسه ان روحي راحت مني، انا مش حاسه بالدنيا، مش مبسوطه، مش سعيد كان حنين قوي معاها. ما هو شكرا ليكي يا استاذه ناديه على مداخلتك معانا، شكرا ليكي.